أنامل إفريقية تتلمس خطواتها الأولى في عالم التطريز المغربي بمجمع الصناعة التقليدية بالرباط. من إفريقيا جنوب الصحراء سيرا على الأقدام نحو أوروبا بدأنا رحلتهن قبل أن يتوقفن في المغرب. في ساحل العاج تركت أوتونز غوي أسرتها قبل 10 سنوات، واليوم تفكر في العودة لبلدها وبدء مشروعها الخاص. بفضل ما تعلمته هنا سأعود للاستقرار في بلدي، وسأعيد إنتاج المهارة التي اكتسبتها، وسأجني مالا أكثر مقارنة بتواجدي في المغرب. 50 لاجئة إفريقية يستفدن حاليا من البرنامج على مدى عام كامل، وأعينهن على التحليق عاليا في سماء التطريز والخياطة. منذ أن ولدت لم يسبق أن قمت بالخياطة. أسعدني كثيرا أنني قمت بصناعة حقيبة وأشياء أخرى، وأنا راضية بما أنجزته. وعلى مدار 4 أيام في الأسبوع تتلقى اللاجئات الإفريقيات شرحا وافيا عن هذه الحرف التي تصل إلى 150 حرفة تقليدية موجودة في المغرب. كل وحده ولات عرفت كيفاش غادي تجسد الحياه ديالها، ما بقاوش غير سالفين. ملي وصلوا لهاد التكوين قالوا بان بداو تيديروا واحد المخطط في حياتهم، ما بقاوش سالفين. بالموازاة تتلقى النسوة دروسا نظرية في اللغة العربية وأخرى عن المقاولات والرياضيات. الطلب الآن كثير على هذه الحرف، ولكن اليد العاملة أصبحت قليلة، وكنظن بأن هذه المهاجرين الأفارقة فهي مناسبة وكذلك وسيلة لتمكنهم أنهم يندمجوا بسرعة في سوق العمل. وفي الشوارع المغربية بات مألوفا عمل لاجئين بمهن بسيطة تقيهم حاجة السؤال وتوفر لهم دخلا يساعدهم على العيش. بالموازاة مع البرامج المخصصة للاجئين الأفارقة، أعلن المغرب رفضه أن يكون شرطي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة، ودعا جيرانه في الضفة الشمالية إلى إشراكه في صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالظاهرة وليس في تنفيذها فقط. المختار العبلاوي، الجزيرة، الرباط.